السلام عليكم واهلا من جديد. معاكم احمد عادل في الكوره وحواديت الكوره والمهاجم نادي الاهلي. في مهاجم ولا مفيش مهاجم؟ هنهاجم بكهربا وصلاح محسن وزعلوك، ولا هنهاجم بمهاجم اجنبي وفيديو بعد نص الليل زي ما بيقولوا؟ وده حال نادي الاهلي في صفقه المهاجم. عملت كل حاجة وظبطت كل حاجة وجيت عند المهاجم وقفت. جيت عند المهاجم وحاولت تشغل دماغك زي ما بيقولوا. كولر مدرب النادي الأهلي كان صريح جدا في كل لقاءاته إن هو عاوز مهاجم بصفات معينة وطراز معين، وواضح إن النادي الأهلي مش عارف يلبي هذا الطلب. ودي غريبة، وما تعودناش من النادي الأهلي إن هو يبقى فيه الخصلة دي. بل اللي زاد الامر سوء اننا كمان بقينا نسمع كلام في السوشيال ميديا ان في سمسرة، وان امير توفيق شغال من تحت لتحت عشان يسمسر في اي صفقة هو عاوزها، فبتبوظ الصفقة، وامير توفيق بيوجه النادي لصفقات معينة والى اخره. طبعا مش هنقدر نتهم ولا نقول اي حاجة لاي حد بالتأكيدا الا ان صدرت اي حاجة. هتقول لي ليه؟ هقول لك احنا اتعودنا دايما كده، وانا متعود مع نفسي من زمان اني ما احطش السم في العسل زي ما بيقولوا. احنا سمعنا كده هنقول، لكن هل الكلام ده صح؟ الله اعلم. ولكن من الواضح ان في عوار كبير جدا وواضحة جدا ان الاهلي مش عارف يخلص في مهاجم اجنبي. والحقيقة احنا مش بنتكلم في الشهرين دولت، احنا بنتكلم في 3 4 سنين الاهلي مش عارف يجيب مهاجم اجنبي على قد اسم النادي الاهلي. انت لحمت شوية ببوليا، مش عارف شوية جبت مين، شوية لصمت مين، لكن مفيش مهاجم كان قوي، مهاجم كان شرس، مهاجم يليق باسم النادي الاهلي. فضيحة اصلا ان انت بقى اكتر من سنة كل سنة بتخش مفاوضات مع موليكا، لاعب بشكتاش التركي، وفي الاخر ما بتعرفش تجيبه من ايام ما كان في سان داونز من 2018. طيب، هنتكلم في حته تخص الحته دي، ولكن حته فنيه شويه. هل الاهلي محتاج مهاجم اجنبي في ظل وجود كهربا ومصطفى وصلاح محسن وزعلوك؟ اولا ما نقدرش نكتب اسم زعلوك في النص وان هو مهاجم خلاص ويعتمد عليه. هو راجل لسه شاب، راجل لسه اصلا من النادي الاهلي الشباب، وما ينفعش تحمله مسؤولية زي دي في بطولات كبيرة انت داخل عليها زي دي. الحاجة التانية، سعادتك كهربا وصلاح محسن. كهربا مش هو المهاجم الأساسي رقم 9 اللي انت بتحتاجه. كهربا كان بيسد خانة، الراجل نجح فيها لكن مش شرط ان هو ينجح فيها على طول. وكهربا لما بتجيبه يلعب من الشمال للهجوم مرة واحدة بيبقى أحسن وأخطر 100,000 مرة من ان هو يبقى المهاجم. هيبقى عندك مهاجم صريح فقط هو صلاح محسن. وصلاح محسن انا من الناس اللي بشوفه ان هو مهاجم حلو جدا وواعد جدا، ولكن دماغه مسوحاه، مش ملتزم. وشفناه مره واتنين مع الاهلي معرفش يعمل حاجه قوي، رغم ان هو كان ساعات بينزل يعمل فارق كبير جدا، ولكن كسول زي ما بيقولوا، بيبدع بره مع الفرق اللي مفيش ضغط، والفريق اللي مع النادي الاهلي كان بيحس بمشكله. طب هل هتسيب نفسك للظروف وتقول انا ظبطت في الجناب وعندي بيرسي تاو ورضا سليم وحسين الشحات وكهربا وليله كبيره قوي؟ ولا اجيب مهاجم يكمل الكعكه زي ما بيقولوا والكيكه الجميله دي؟ المفترض انت كنادي اهلي هتلعب في كاس العالم للانديه، دوري سوبر افريقي، دوري ابطال افريقيا، غير السوبر الافريقي اللي هيتلعب مع اتحاد العاصمه الجزائري، غير الدوري. اصلا كده كده انت محتاج مهاجم تاني عشان مفيش لاعب هيلعب كل ده لوحده. مستوى بيطلع مستوى بينزل، في اصابه هنا، في اجهاد هنا، في ماتشات معينه عاوزه مهاجم معين، في ماتشات مش عاوزه المهاجم المتحرك، في ماتشات عاوزه المهاجم الهيدر القوي اللي بيعرف ياخد التحامات زي صلاح محسن مثلا، هيدر قوي جدا. في محتاج مهاجم يحرف شويه زي كهربا. لكن انت محتاج في نفس الوقت مهاجم بيعمل كل ده في نفس الوقت. مش هيبقى عندك الرفاهيه انك تلعب باتنين مهاجمين، لا، هتلعب مهاجم واحد عشان الفريق اللي قدامك قوي مثلا وبيهاجمك زي ما انت بتهاجمه، فانت محتاج تامن وتظبط في نص الملعب والاطراف ورا علي معلول ومحمد هاني وليله كبيره قوي.
اذا فانت كده كده محتاج مهاجم. ليه انا ازنق نفسي واجيب اسم موليكا واسم سوزا ومش عارف حصل ايه، واصل القيد قفل هنا، اصل ما جابوش مهاجم هنا، اصل عملوا ايه؟ انت اللي بتورد نفسك بنفسك كنادي اهلي، انت اللي بتحط نفسك في الخانه دي، ومحتاج عاوز حد يدافع عنك. طب ليه كل ده؟ منين انت اكبر نادي في افريقيا ومنين فيك اللخبطه دي؟ منين شايف فيه عوار وشايف فيه مشكله لامير توفيق لثالث ولا رابع ولا خامس سنه ماسك التعاقدات، وانت ككابتن محمود خطيب ساعات خلصت فقط بمكالمات بشخصيتك، او عمرو فاروق او واحد زي ده زي امير توفيق مش عارف يشتغل صح. ليه انا سايبه لحد دلوقتي؟ مع احترامي للكباتن الكبيره زي محسن صالح او زكريا ناصف، هل دولت هم دلوقتي اللي ينفعوا يمسكوا لجنه دلوقتي فنيه؟ هم اللي يختاروا الصفقات؟ ولا اشوف ناس دارسه تعليم اكاديمي او شباب من شباب النادي الاهلي من ولاد النادي الاهلي عندهم الاحداثيات الكتيره واشوف واظبط واحط؟ لكن لا، الناس اللي عفى عليها الزمن، الناس اللي مهما كانت مخلصه في شغلها حتى صعب تبقى عندها الداتا اللي هيعرف يجيبها الناس الاصغر منها. فكده كده في مشاكل كتير في النادي الاهلي في الحته دي، والواحد بيستغرب. مفيش حاجه كامله وعشرة من عشرة، لكن في حاجات ما ينفعش تطلع منك انت كنادي اهلي. زي مثلا واحد مثلا يبقى كويس ومحترم وكل حاجه، ما ينفعش في نفس الوقت يبقى كذاب وحرامي ما تجيش. هيبقى عنده عيوب في حاجات تانية لكن مش حرامي وكذاب. فالواحد بيستغرب من الكلام ده، وخلاص بقينا نصدق الكلام اللي بيتقال في السوشيال ميديا، بنصدقه عشان واضح ان هو ده الصح. واضح من التأخيرات في حاجات كتير ان هو ده فعلا اللي بيحصل. ده بيبوظ على ده صفقة وده بيعمل ده صفقة. لا تعليق، فيديو خفيف كده حبيت نتكلم فيه شوية عن النادي الأهلي وعن هجوم النادي الأهلي. أتمنى نلحق نجيب مهاجم، وفي كلام من الأهلي شغال مع مهاجم، نتمنى يجي فعلا ويبقى هو مساند لكهربا وصلاح محسن وزالوك. ما جاش كده كده غصب عننا، هنشجع اللي موجود وهنقف جنب الموجود، هنأمل إن هم يسدوا ونتمنى إن هم يسدوا. ولكن النادي الأهلي داخل في سنة تقيلة وكبيرة. السنة اللي فاتت خدت كل البطولات، لكن مش سهل إنك تاخدها تاني، خصوصا ان في فرق قوت نفسها. بيراميدز، انا شايف ان بيراميدز هو تاني اقوى فريق في مصر حاليا بعد النادي الاهلي، وبيراميدز هيبقى منافس شرس جدا 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 على النادي الاهلي. الصفقات اللي كان بيجيبها الزمالك عشان يلعب ضد الاهلي فيها في الدوري، بيراميدز بقى هو اللي يجيبها. الزمالك لسه موقوف عليه قيد، لسه بيحاولوا يصلحوا له ويظبطوا له، لسه بيحاولوا يشيلوا القيد، في مشاكل في الزمالك. بيراميدز هو اللي نط في السفينه دلوقتي، وهو اللي واقف قدام الاهلي، وهو اللي بيقول للاهلي انا اللي هقف لك وانا اللي هكسبك. هنشوف ايه اللي هيحصل. نتمنى دوري شريف نظيف، حكام نظيفه كويسه، ونستمتع بالدوري. الاهلي كسب هفرح وهزقطط وهتنطط، الاهلي خسر هقول مبروك للي خد الدوري واشوف عيوب فريقي ايه في السنه دي. لكن لعبني جيم جوه المستطيل الاخضر. طولت عليكم، لو وصلت لحد كده ما تنساش اللايك والشير والسبسكرايب، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.